كيفاش نركب نظام الدوش اوفوريا سمارت كنترول في النسخة الدائرية ديالو. مرحبا بكم في ورشة عمل غروي. اليوم غادي نوريكم سهولة تركيب نظام الدوش اوفوريا سمارت كنترول في النسخة الدائرية ديالو. كاين حتى النسخة المكعبة اللي عندها نفس الخطوات. قبل ما تبداو، هادو هما الادوات اللي غادي تحتاجوها. في البواطه غادي تلقاو الترموستاتيك وجميع القطع ديال الراكوردمون بما فيها الباره ديال الدوش، دراع ديال الدوش، دوش ديال الراس، دوش اليدوي والفليكسيبل. لي راكورد اس كيجيو مع لاكريس والجوانات احتياطيه. ما تفاجئوش الا شاطوا لكم من بعد ما تساليو. اول حاجه ديروا الجوان ديال التيفلون على لي راكور وفيزيوهم في الحيط باستعمال الساروت، وتاكدوا باللي راهم مستقيمين وبعاد من بعضهم ب 150 ملم. هاد الشيء غادي يجنبكم تعاودوا تقادوهم من بعد. لي راكور خاصهم يخرجوا من الحيط ما بين 37 و 42 ملم باش الميتيجور يجي متوازن مع الحيط. من بعد حطوا البلاك ديال التركيب وبقاو تقادوها حتى تحط على لي راكور بلا ما تفورسي عليها. تاكدوا من التوازن باستخدام الميزان ديال الماء. ودابا ركبوا البلاك ديال التركيب بالكروات وعلموا التقابي اللي غادي تحفروا فيهم بجوج. حيدوا البلاك، حفروا التقابي، ركبوا الشوفيات وعاودوا ركبوا البلاك في بلاصتها. اخيرا زيروا الكروات وثبتوا البلاك مزيان بالفيسات. دابا جا وقت تغسلوا لي راكور باش تاكدوا بانها نقيه باش ما توسخش لينا الميتيجور من بعد. في المعتاد تيود الماء السخون ديما كيكون في الجهه اليسرى، ولكن ما فيها باس الا تاكدتوا من هذا الشيء قبل ما تكملوا. دابا وصلنا للميتيجور. نصيحه للتركيب ديالو، من الاحسن تركبوا الكروات ديال النحاس في الجهه اليمنى واليسرى وتدوروهم 2 ولا 3 ديال الدورات. حطوا الترموستاتيك على لي راكور المدهونين بلا كريس ودفعوه حتى يلصق مع الحيط. زيروه بالكروات ديال النحاس ومن بعد ركبوا البلاك ديال التركيب في الميتيجور باستعمال 2 ديال الفيسات. زيروا الفيسات بالتناوب بين الجوانب بجوج باش التركيب يكون مضبوط. سدوا الصمامات للسلامه. حلوا الماء بشويه، تاكدوا من ان لي راكور ما فيهمش الفويت ومن بعد سدوا الماء. دابا وقت التركيب ديال البواتيه. قبل ما تبداو تاكدوا من الوضعيه ديال الصمامات وازرار التحكم. الصمامات خاص يكونوا موجهين للفوق باش التركيب ديال البواتي يكون صحيح. كل شيء خصو يكون كيشوف الفوق بصفه مضبوطه باش التركيب يدار مزيان، والا ما غتقدروش تضبطوا مستوى تدفق الماء من بعد. ردوا البال، راه الا ما كانش الوضعيه ديال الصمامات صحيحه هاد الشيء يقدر يتسبب في اضرار. من بعد صافوا اليمين مع اليسار وركبوا البواتي. ملي غادي تدوروا وحده التحكم غادي تحسوا بمقاومه خفيفه. دهنوا الجوان بلا كريس، ثبتوا البواتي في الاول غير بيديكم ومن بعد زيروه غير بشويه. ودابا تاكدوا من الازرار، خاصهم يكونوا ساهلين في الضغط والتشغيل، والا خاصكم تعاودوا تاكدوا من التركيب ديال البواتي. من بعد غادي نجمعوا الباره ديال الدوش قبل ما نركبوها. من الأحسن تكون الوضعية المثالية اللي غيقدر يكون فيها السيبور ديال البرة ديال الدوش هو 997 ملم على حسب الجوانات ونوعية الحيط. السيبور يقدر يركب حتى ل 100 ملم لتحت. السيبور يقدر يركب حتى ل 40 ملم للفوق، ولكن الدراع ديال الدوش ما غاديش يبقى قابل للتعديل. حيدوا لادابتاتور وديروا التيو داخل العمود ديال الدوش. دابا ركبوا لادابتاتور في التيو وديروه داخل البرة حتى الاخر. ودابا غادي تركبوا البلاك ديال التثبيت. من بعد دخلوا العمود اللي جمعتو في الميتيجور. حطوا البرة ديال الدوش وعلموا البلاصه ديال التقابي اللي غادي تحفروا. من بعد حفروا التقابي وثبتوا السيبور في الحيط.
الا كان الواجهه ديال الكارلاج ما وصلاش للسيبور، كاينه واحد الكاله ديال 8 ملم تقدروا تستعملوها باش يشد مزيان. من بعد ركبوا لا روزاس. دابا تبتوا لبرا بشكل كامل. من بعد غادي نركبوا الدوش ديال الراس، دخلوا الغطاء ومن بعد الرسول. ملي تشوفوا وتفحصوا التوازن تأكدوا أن اللوغو جاء أفقي. دوروا الدوش ديال الراس تقريبا 35 درجة لليسار، ثبتوه ودوروه شوية اليمين باش يشد بلاصتو مزيان. باش نبداو تأكدوا من اتجاه التدفق ديال الكلابي أنتي روتور، ومن بعد ركبوه في الراكوردمون ديال الترموستاتيك. دابا زيروا الفليكسيبل باليد. دابا فيسيو الدوش اليدوي. دفعوا الأزرار مزيان في الصمامات في المكان الصحيح، وتأكدوا أنهم متوازنين في الوضعية المسدودة. إلا ما كانوش حيدوا الأزرار وقادوهم باستعمال تورنفيس صغير. ملاحظة، هاد الشيء غادي يأثر على الحد الأدنى ديال تدفق الماء. خاص تحققوا من الحد الأدنى ديال تدفق الماء لكل وظيفة. التعديل ديال تدفق الماء ما خاصوش يحبس الماء. دوروا الفيس للداخل باش تضبطوا بشكل صحيح الحد الأدنى ديال تدفق الماء. ودابا بالنسبة للمرحلة الأهم باش تجنبوا أي مشاكل خلال الاستعمال، درجة الحرارة خاصة تضبط على 38 درجة مئوية. خليوا المدايز قيسوا درجة الحرارة وضبطوها بدقة باستعمال كارتوش ترموستاتيك. دابا ركبوا البواني مع الزر اللي خاص يشوف الفوق نيشان. إلا قضات الضرورة تقدروا تفعلوا خاصية سيف ستوب بلس في 43 درجة مئوية بإدخال القطعة الحمراء. بالتوفيق. هذا مكان التركيب ديال نظام الدوش ايفوريا سمارت كنترول في النسخة الدائرية ساهل، وإلا تبعتوا هاد المراحل كل شيء غيدوز مزيان.